بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من النهاردة مش هنشتري تورتة من بره البيت أبدا، هنعملها بإيدينا وهتبقى حلوة كمان أحلى من المحلات مليون مرة بتكاليف بسيطة جدا. هتعملي التورتات في البيت وهتعملي كل الحاجات الحلوة بمكونات سهلة جدا. بصي يا ستي، الكل المقادير هسيبها لك في صندوق الوصف. هنا عشان اعمل التورتايه دي مقاس كبير، مقاس الصينيه الكبيره اللي هي بتاعه المكرونه بشاميل، محتاجه 8 بيضات، 50 محسن جل، 135 جرام ميه، عايزه 50 جرام نشا، عايزه بيكنج باودر 15 جرام، 350 جرام دقيق، ذره فانيليا، عايزه سكر من 200 ل 250 على حسب انت بتحبي السكر قد ايه، معلقتين كاكاو خام، خل. حطيت كله في العجان. طب لو ما عندكيش العجان هتحطي كله في طبق. لو عندك مضرب البيض تعملي بيه. حطينا البيض والمحسن اللي هما التمن بيضات والمحسن. عندك 50 جرام محسن جل بيجي من عند العطار، وحطينا 135 مية عادية من الحنفية. بعد كده حطينا النشا، دول 50 جرام نشا، نشا ذرة عادي خالص. بعد كده حطينا البيكنج باودر 15 جرام. بعد كده دول 350 جرام دقيق، بتاع كل الاغراض ده نخلته وحط عليه ذرة ملح. السكر حسب الرغبة، انا هنا حاطه 250، تقدري تحطي من 200 ل 250 براحتك حسب التحلية بتحبوه سكره كتير حطي. طبعا انا هنا هعملها في صينية ستانلس، ودي كانت خطوة مجازفة يعني ان انا اعملها لان معروف ان احنا بنسوي في الالمونيا، لكن ده المقاس اللي كان موجود عندي الستانلس اللي هي المقاس الكبير. هعملها نص ونص كمان، يعني نصها فانيليا والنص كاكاو. في الوقت ده انا خدت، هتعجنيها بقى قد ايه لو عندك عجان؟ حوالي من 8 ل 10 دقايق لحد ما الخليط يبقى يعمل فوم عالي كده ويختلط كويس جدا. اخدت النص الاولاني اللي انا عايزاه. بالنسبه للنص التاني حطيت معلقتين الكاكاو الخام، عايزاه غامقه قوي، خلي بالك بيغمق بعد كده. وحطيت معاهم بعد كده بيضه عشان يدي الخليط بعد كده ايه، سيوله. وارجع الفهم لفه بسيطه لحس يمتزجوا، يعني ايه، اول ما ياخدوا اللون اعمل على طول لان الخليط احنا ضاربينه قبل كده. يبقى اللي ما عندوش عجان يستعمل اللي هو المضرب بتاع البيض. طبعا انا قسمته جزئين في الصينيه، الخليط بيبقى ماسك نفسه مش سايل. عملته بالاسباتيولا كده نص، وسبته نص الكاكاو زي ما انت شايفه كده الصينيه. انا دهنتها ورق زبده، غلفتها بورق الزبدة من الجناب ومن تحت، ودخلتها على فرن. كنت مسخناه أول ما اشتغلت. الفرن على 180، تدخليها بقى في الفرن. وبعد كده بتقعد معاكي من 40 ل 45 دقيقة، تبدأي تشوفيها وبخلة تختبريها. ده الكريمة. الكريمة طبعا بنستعمل لها مية ساقعة تكون متلجة مايلة للتلج، وتحطي فيها سكر. الكوباية بتاخد نص كوباية سكر، سكر عادي خالص حبيبات. تقلبي السكر مع المية تقليب، يبقى هنحط السكر مع المية الساقعة. كوباية المية عليها نص سكر، سكر عادي يتقلب تقليبة، سواء هتقلبي بقى بالمضرب البيض او كده. وبعد كده تنزلي بالكريمه اللي هي كوبايه الكريمه. افضل نوع اللي هو المتحده، ريتش المتحده، عن تجربه. طبعا انا عملتها في نفس اليوم، يفضل ان انت تعمليها لو عندك مناسبه قبلها بيوم وتغطيها عشان الوش بتاعها يطلع بسهوله. كان هنا هتغطيها اول ما تطلع وما تشتغليش فيها لو في نفس اليوم، اقل حاجه 5 او 6 ساعات قبليها. تبتدي تقشري الوش زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. الوش ده لازم مهم جدا ان انت تشيليه، بيخرج معاكي بكل سهوله لانه بيبقى شايل كل زفاره البيض. بعد ما قطعنا الوش، ابتدي ساوي بقى، قطعي الحروف من الجنب زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. الحروف بتبقى في الغالب ناشفه، طبعا ما ترميهاش، الحروف ما ترميهاش، شيليها في كيس او حاجه. ممكن تعملي بعد كده بها مجات، تعملي بيها مجات الكيك بعد كده في الفريزر وشيليها. لكن هو بس اللي بيترمي الوش بتاع التورته. ساوي كده كل الطروف. بعد كده
زي ما انت شايفه ورقه الزبده. انا لما باجي اثبت ورق الزبده باخد جزء من الخليط واثبت بيه، يعني احطه تحت كده في ارضيه الصينيه واحط عليه ورق الزبده وفي الجناب. زي ما انت شايفه اهو ورقه الزبده بتخرج معايا بكل سهوله. ورق الزبده ده اللي هو الجزئين ده. اللي ما عندوش ورق زبده يقدر يغلفها بزبده او ماده دهنيه، ويحط ويبدر الصينيه بالدقيق زي ما احنا بنعمل الكيك. ده منشار للكيك. المنشار هنا انا عاملاه على 8، طلع معايا 3 طبقات. طب لو ما عندكيش المنشار عندك السكينة المشنشرة. ما شاء الله التورتاية حجمها كبير جدا. طبعا لو حاجة اتكسرت منك او كده كل ده بيتدرى في الكريمة وبيبقى سهل جدا. لو عملتها بالطريقة دي ان شاء الله عمرها ما هتبوظ منك. اهم حاجة تولعي الفرن. اول ما تبتدي تشتغل الفرن بتاعك ولعيه فوق وتحت، تيجي تدخلي الاسبونج بتاعك تطفي من فوق وتحطيه على الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 لمدة 40. اما يجي الوقت 40 تبتدي تشوفي تفتحي، ولو بخلة وطلعت الخلة فيها حاجة تسيبيها شوية تقفلي الفرن. وبعد ما الكيك بتاعك او الاسبونج هتطفي عليه سيبيه في الفرن 5 دقايق قبل ما تخرجيه. ده شكل الكريمة بتاعي وده القوام بتاعها. ما شاء الله لما تعمل معاكي زي الخطاف كده وتبقى تقيلة هنبتدي بقى نسقيها سيرب اللي هو الشربات اللي هو الخفيف اللي احنا بنسقي بيه البسبوسة والحاجات دي عشان تطرى معايا. في المرحلة دي بقى نحط ايه بعد كده؟ دي كانت بذرة ليمون من الشربات. بعد كده هناخد الكريمة. يفضل وانت بتحط كريمة حطها في كيس تلاجة عادي، وابتدي ايه وزعي. حطها في كيس تلاجة وابتدي وزعي توزع معاكي بكل سهولة ومش هتاخد وقت. فوق الكريمة براحتك بقى، حطي موز، حطي فراولة، حطي مكسرات، حطي اللي تحطيه. أرضية الصينية احنا بنحطها فوق، يعني الأرضية بتبقى هي الوش، ونحط عليها الكريمة بالطريقة اللي انت شايفاها دي كده. تاني طبقة برضو يعني احنا هنحط اول حاجة نسقي شربات ونحط الكريمة، وعلى الكريمة نحط الحشوة اللي احنا عايزينه. فراولة هتقطعيها كده رقيق، موز يبقى رقيق برضو، هتحطي شوكولاتة، هتحطي مكسرات، هتحطي اي حاجة نفسك في. عايزة تسيبيها سادة برضو ده براحتك. عايزة تعملي بالكريمة دي حطي بقى الحتت اللي مش مكفيه فيها كاكاو. ساوي على قد ما تقدري وبعد كده دخليها التلاجة. وفي الوقت بقى نقعد نجهز تجهيزاتنا بقى اللي احنا هنستعملها في الحشو. هنا بقى عمل الاسبونج بتاعنا يجمد. ابتديت اجهز بقى، جبت الكريمه وابتديت دي الوان جل بتجيبيها. اللون ب10 جنيه على حسب ما انت عايزه تلوني او تعملي او عايزه تعمليها كاكاو او تعملي اي الوان. فعشان عندي صوره وكده فانا حبيت احط فيها لون اصفر واخضر عشان يمشي مع الصوره. جهزت الكريمه جبت لون اخضر ولون اصفر وحطيت كل كيس مع القمع بتاعه. اجهز بقى تجهيزاتي عمل الاسبونج او الجاتو يمسك ايه نفسه. ده اللون الاصفر كاكاو، وتحط عليه اللون على حسب الدرجه اللي انت عايزاها وتقلبي لحد ما يديكي نفس الدرجه. وبعد كده تعبيه في كيس بالقمع بتاعه. جهزي شغلك لحد ما الايه ما القطعه بتاعتك تقدري تزيني بقى فيه الوان كتير جدا. بعد كده على بسكوت اوريو مثلا تكسريهم تكسير خفيف كده. ممكن تعملي الجناب، تعملي مكسرات في الجناب، تعملي شوكولاته تبشريها، سواء تعملي فورماسيه شوكولاته، فورماسيه ملون، تعملي اي حاجات من دي بحيث تغلفي الجناب. تعملي دريبات شوكولاته سايحه كده وتسيحيها عليها من الجناب. هبقى اوريها لك في فيديو تاني، بس هنا انا عملت الطريقه دي، حطيت الحاجات دي عشان املى بيها الجناب. اوريو على بسكوت ساده، تعملي بقى اي حاجه، فول سوداني مثلا عندك. هنا الصوره دي انت بتروحي في اماكن بتعمل الصوره بتطبعها وبتسيحي الشوكولاته بيضه على حمام ميه كده وتحطيه على ظهر الصوره. بعد كده تحطي الصوره بتاعتك على الكريمه كده بالظبط وتثبتيها كويس. طبعا الصور التورتيه بالصوره دي ما بتبقاش مكلفه كتير قوي زي ام شوكولاتات والحاجات دي، والاولاد بيحبوها لو عندك عيد ميلاد لو عندك مناسبه. هنا بقى الكريمه اللي هنا بقى الكريمه اللي كنا مجهزينها. نعمل بقى ايه روزيتات، نعمل اي اشكال
اي شكل بقى يجي في دماغك. طبعا الحته الفنيه دي بتاعك، كل واحد يبدع فيها زي ما هو عايز. انا قلت لك الاساس بتاع الاسبونج. الصوره بتعمليها في محلات الحلوانيه، وفي جروبات او كده بتقدري تتواصلي معاهم ويعملوا لك الصوره اللي انتوا عايزاهم، اللي هي صوره، دي صوره سكريه بتتاكل، تاكليها عادي خالص. تعملي اي شكل، وبعد كده اهم حاجه تدخليها في التلاجة من ساعه لساعه ونص، تمسك معاكي زي ما انت شايفة. انا سألت على التورتاية دي لقيتها في اماكن بره عاملة 500 جنيه، في ان هي كلفتني هنقول 200 جنيه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم في فيديوهات تانية.